السلام عليكم، صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة وعافية. كما تشوفوا اليوم جبت لكم كسرة محشية بمقادير جد جد مضبوطة. كما تشوفوا معايا هنايا عندي 3 كيسان تاع سميد رطب، عندي كاس تاع فرينة، والكاس المعياري راكم تشوفوا فيه، عندي ملعقة تاع سانوج، وعندي ملعقة متوسطة تاع سكر، ملعقة صغيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، 2 ملاعق تاع ملح، ونصف كأس، أقل من نصف كأس زيت. دوك تشوفوا معايا يعني ميزته معاكم. كما تشوفوا قلت لكم السميد تاعي راه جاي نوعية مليحة، من نوعية الرطبة. حبيتي تكمليها كامل سميد، حبيتي ديري هذه الخطوة تاع الفرينة، راح تعطيك العجينة تاعك هشاشة وقرمشة. تحبي ديريها كسرة عادية ولا محشية يجيك مقرمش كي الكاطو. كما تشوفوا هنايا، هاني درت هنايا، جبت الإناء تاعي، درت فيه 3 كيلات تاع سميد، والكيلة الرابعة قلت لكم فرينة. ندير جميع المكونات شفتوها معايا: ملح، خميرة الحلوى، خميرة العجين العادي، ملعقة السكر متوسطة، وأيضا السانوج شفتوه معايا. ودوك تشوفوا كيفاه كيلت الزيت تاعي. هذا المقدار تاع الزيت جاتني قد معناتها ما تجيكش مزيته وما تجيكش يعني تجيك مبسه مليح، ما هي فايتها الزيت ما هو ناقصها. والماء دوك تشوفوا ثاني معايا عجنت بكاس ونصف. هذا الكاس ونصف درها لي عجينة جاية من شادة روحها إلى طرية، ما تعودش لينة ياسر وما تعودش يابسة، تعود شادة روحها في نفس الوقت تحسيها شوي طرية. تزيدي تحطيها في الساشي راح تولي لك قد شفتوا الزيت معايا هنا يعني درتو وبسست عجينتي مليح مليح. كما تشوفوا معايا تقريبا جميع حبيبات السميد والفرينة شربوا من هذاك الزيت. هذه ديريها، راهم جايين الاختبارات ان شاء الله باذن الله. كتعودي مكيش لاهية باش تنصبي ولا راح لك الحال ولا راح تطلقك في وقت قصير. كما تشوفوا هنا هذا الكاس الاول عجنت به وزدت نصف كاس، يعني هذه انا عطيتكم مقادير قلت لكم جد مضبوطه، كل حاجه درتها عطيتكم مقدار تاعها. ديرلك هذه خبزتين، ديرلك 2 خبزات، تعطيك حربوش وديريه على 4 قرصات، وديري 2 خبزات. هذا نصف الكأس الثاني اللي درته معاكم. شوف كيف تعطيني العجينة تاعي، تعطيها لي شوية لينة في نفس الوقت شادة روح، لانه هذا النوع تاع الحشوات تاع العجينة المحشية او الخبزات هذو المحشيين ما يجيش العجين تاعهم طري ياسر. كي يجي طري ماهيش راح تعطيك هذيك القو هذاك، ولا عدتي دايرتها ايضا يابسة راح تجيك يابسة وناشفة. من الاحسن تتحكمي في النوعية في القوام تاعها، اكيد بالماء، الماء ما تكثريش بزاف وما تنقصيش ياسر. كما تشوفي حبيبتي هنايا راني درت لها دلكه خفيفه برك، مش قطعتها هنايا ونروح نجي معاها يا ربي دقيقه ولا 2 دقائق ماكسيموم. ومن بعدها كي دوك تشوفي هنايا درتها حربوش. بعد ما درتها حربوش زدت قطعتها الى ربع مرصوات، هنايا 4 قريصات دوك تشوفوهم معايا. درت كيما هكذا باش يجوني بالتقريب متساويين، ما تجينيش واحده كبيره ياسر على اختها ولا العكس. هنايا درت بالتقريب على نظر عيني، راني قسمتهم كيما راكم تشوفوا هنايا، حربشتهم مليح قريصات. شوفوا الطراوه تاعها كيفاه دايره، جايه متوسطه، مام راها طريه في نفس الوقت راني نحسها حاكمه روح. درتها هنايا في ساشي، سكرت عليها باش تعطيني الطعم من بعد. كيما تشوفوا هنايا نروحو كي نكملوا العجينه نروحو للحشو. راح يعود عندنا الوقت قد يعني ما بين ما كملتي الحشو نتاعك تعودي رجعتي للعجينه تلقايها تستنى فيك. كيما تشوفي هنايا عندي حبة بصل، عندي طماطيش، عندي حبة فلفل حار، حبة فلفل حلو، عندي فرماج على نوع تحوسي، وعندي ثوم. جميع المكونات راح نرحيها ونزيد لها مورسو تاع الدجاج. دوك تشوفوا معايا قطعه صغيره ماهيش ياسر باش تعطيني البنه. انا نفضل هذه على الجامبو، ما نكذبش عليكم، انا كون نصيد ما نديرش كاع الجامبو الا في الاوقات اللي خلاص تروح ما يعني وهو مش صحي، في الاوقات يعني الحرجه ولا اللي ما نلقاش باش ومن الاحسن ما نخدمش به. عندي ندير مورسو دجاج، ندير كلاكاسات تاع لي من الدجاج احسن. المهم نرجع للموضوع تاعنا. شفتوا هالبصل رحيته، درت شويه فلفل كحل، شويه فاح، درت ملعقه تاع طماطم، الثوم ها دقيته معاكم هنايا، وعندي هذاك الربع تاع الدجاج رحيته في الاشوار، وخلطت كامل هذه المكونات. وشوفوا جاتني واحد الصلصه
ما شاء الله جات هايلة هايلة هايلة، كيما راهي معسلة كيما راكم تشوفوا فيها، وجات عاقدة، في نفس الوقت مسيبة ماهيش حاكمة روحها، معناتها كي تمسيها ولا ديريها في العجينة تاعك راح تمشي لك. هنا فتحت العجينة تاعي في البابي كويسون هنايا باش تعطيني الطوع نديرها في الطاجين تاعي. فتحتها رقيقة، مهما رققتيها راح تطلع، لانه فيها خميرة الخبز وخميرة القاطو. رقيها من الاحسن ما ديريهاش خشينه راح تجيك معجنه. رقيها كيما درت هنايا، افتحي هذاك الصلصه اللي خدمتيها، وكيما نقولوا دائما الماكله راه اذواق، انت الصلصه اللي حبيتيها ديريها. المهم عطيتك طريقه تاع العجينه هي اللي ثابته، اما الحوايج الاخرى تفني فيها كيما تشوفي هنايا. درت فرماج مرحي، ودرت ايضا درت هاد الصلصه اللي شفتوها، درت فرماج مرصوات هنايا المثلثات. وانتي كيما قلت لك تفني في نوع الفرماج، ولا الحشوه نتاعك انتي واش حبيتي ديري فيها، ولا يشتو ليداتك، ولا ديري الثون، ديري كيما هكذا الدجاج، ديريها قبل خضر، ديريها باللحوم الحمراء المرحيه، انتي كي قلت لك واش حبيتي. العجينه الزوجه ثانيه راني خدمتها وفتحتها معاكم كيما تشوفوا في البابي كويسون الاخر، وزدت درتها فوق خوتها، وهنايا عجنتها في الحواشي ولصقتها ببعضها باش ما تتفحليش. وهنا ايضا درت ثقبتها باش تعود مهويه وما تنفخليش، ولا تنفخت لك ممكن تتفتح لك في الطاجين. هنايا سخنت الطاجين تاعي تاع الحديد كيما كنتم تشوفون معايا، سخنته مده 10 دقائق ولا ربع ساعه. بيد ما كملتي ديما ديما ديري حسابك، ديري الحاجه قدام لا تكملي ولا تقضي صوالحك، ديريها تسخن كيما تشوفي هكذا. بعد ما سخنته لحت فيه الخبزة الأولى، وهنايا راني قلبتها وبدرت نحوشي فيها. لازم تحركيها شوية باش تعطيك هذاك اللون المحمر الجميل كيما تشوفي معايا، ويجيك كيما نقولوا حنايا تجيك عطرة الكسرة نتاعك، تجيك وجه بوجه ما شاء الله. اللون والقوام والبناء ما عندي ما نحكي لكم. جربيها سيدتي وردي لنا في التعليقات، وما تنسونيش بالجيم باش تطلع لي الفيديو يشوفوها اكبر عدد من المشاهدين. كما تشوفوا هنا حبيبتي عزيزتي، هاني درتها هنا كما تشوفوا هنا، وكملت الخبزه الاولى، وراني كي وهي طيب هذه ديجا راني وجدت الخبزه الثانيه. دوك تشوفوا القوام تاعها وتشوفوا الشكل تاعها، كما قلت لكم باللي لازم تركوها. دوك تشوفوا نفتحها وتشوفوها كيفاه جا الشكل تاعها. هنايا راني نحيت هذه الخبزه الاولى، وهنا راني نوريكم ايضا في الخبزه الثانيه. قلت لكم باللي راني رايحه نديرها كما تشوفوا هنايا. جاو خبزه الثاني ما شاء الله ماهمش تقولوا راهم كبار، هذه ديجا تعشينا بهم والحمد لله. كما تشوفوا هنايا قسمتها كيما البيتزا، تقسميها تحبي مربعات تحبي هذه الطريقه احسن، تقسميها بهذه الطريقه راح تعطيك مرصوات يشدوا لك مليح، خاصه اللي عندك الاولاد اللي ما يعرفوش يهزوا ولا يشدوا شويه كيما هكذا، ديريها كيما البيتزا تشد لك احسن مربعات. كيما تشوفي هنايا هاني قسمتها على 4 ومن بعدها على 6، جات ما شاء الله على عفوا مش على 4، على 4 ومن بعد على 8. شوفوا ما شاء الله دوك المرصوات كيفاه جاوني. دوك نفتحها قدامكم وتشوفوها جات تشهي تشهي. كما قلت لك تفني في الحشوه نتاعك تسيا واش تشتي. انا مره درتها بالخضر فقط بدون لحوم، وجات تاني ما شاء الله جات تهبل تهبل. الحاجه الوحيده اللي نركز عليها ماذا بك ديريها هي الفرماج نوعي فيه. ديري الفرماج مثلثات، فرماج رابي، فرماج غريير، تشيدار، تي وش عندك. المهم هي تحب الفرماج اكثر ما تحبي ديري اللحوم، هذيك اختياري، واذا ما عندكش ما ديريش. بصح الفرماج مع الخضرات تجي ثاني ما شاء الله تجي هايله واقتصاديه كما تعرفوا. هذه خفا زربا اقتصاديه، ما تكلفك لا في وقت ولا في جهد ولا في مكونات. الحمد لله كما تشوفوا الباستا والفلفل الطماطيش تقريبا راهم كاينين في كل دار. ان شاء الله تجربوها وتردوا لي وتقولوا لي العجينه كيفاه جاتكم. انا حبيت نشارك معكم العجينه